أهلا أعزائي المتابعين، عاملين إيه؟ وفيديو جديد وأغنية حزينة جديدة من العيار التقيل. أعزائي المتابعين، الأغنية دي اسمها السهم ليه يصيب، فراقنا نصيب وحب عمري اللي خسرته. أغنية حزينة جامدة جدا جدا، يعني هي أغنية حزينة من النوع اللي هو غني الحب وكده، يعني حاجة كده، إنما يعني أغنية حزينة من العيار التقيل جدا يعني. هعرض لكم كلمات الأغنية دي من تأليف يا شباب، وهتعجبكم جدا جدا جدا. صراحة في بعض المتابعين شافوا التأليف ده وقالوا لي احنا صراحة كلمات الأغنية مؤثرة جدا، لدرجة ان احنا يعني تأثرنا من جمال كلمات الأغنية. من كتر ما هي كلمات الأغنية مؤثرة احنا تأثرنا بيها، وقالوا لي كده. وانا صراحة انبهرت بآرائهم، وطبعا مستني رأيكم أعزائي المتابعين في كلمات الأغنية دي. أعزائي المتابعين، يعني انتوا عارفين ان انا الفترة دي ما بنزلش للتأليف قصص وكده. معلش، الفترة دي اصلا فترة داخلين فيها على الترم، بس ان شاء الله بعد الترم اللي هيخلص يوم 27/11 هرجع تاني انزل تأليف للقصص. انما الفترة دي غالبا يعني كل مثلا اسبوع او اسبوعين هنزل لكم فيديو فيه اغنية حزينة رائعة جدا. تمام أعزائي المتابعين، أغنية حزينة دي أعزائي المتابعين يعني ممكن أي حد نفسه يغنيها. حتى بصوا أنا أعمل هنا تقسيمة، مثلا هنا الحتة دي مثلا تتغنى صوت عادي، الحتة دي تتغنى صوت حزين وهادئ كده، يعني بالطرق دي، يعني عشان تبقى حتى رومانسية شوية، يعني فاهمني ازاي أعزائي المتابعين؟ أعزائي المتابعين يعني طبعا الفترة دي فترة يعني يمكن من أصعب الفترات اللي احنا بنمر بيها، بس معلش يعني نحاول نتكاتف مع بعضينا أعزائي المتابعين. وما تنسوش الدعم لأخوكم مؤلف يوسف القناص. أعزائي المتابعين، لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واستنونا في أغنية حزينة جديدة قريب جدا. سلام أعزائي المتابعين.